في الفيديوهين اللي فاتوا احنا اتكلمنا على ايه هي الميتا داتا، واتكلمنا على الميتا داتا اللي تخص تحسين نتائج محركات البحث. في الفيديو ده احنا هنبدأ نتكلم على الميتا داتا اللي تخص تجربة المستخدم او اليوزر اكسبيرينس. طيب قبل ما نبدأ نتكلم على الميتا داتا حابب اوضح يعني ايه كلمة يوزر اكسبيرينس او تجربة المستخدم. يعني ازاي المستخدم بيتعامل مع موقعنا او برنامجنا او عموما خدمتنا. هل الشخص بيلاقي كل حاجة كويسة بسرعة؟ هل تصميم موقعنا سهل ومريح للعين؟ وهل الموقع مثلا بيقعد وقت كبير علشان يحمل؟ لأن لو في حاجة من الحاجات اللي أنا قلتها دي ناقصة، ممكن المستخدم يقول لا أنا هروح أشوف موقع تاني أو برنامج تاني بيقدم الخدمة دي. بالنسبة لتجربة المستخدم الكويسة أو الجيدة، بنقدر نقول مثال بسيط على امازون. لو انا مثلا محتاج اشتري حاجه بشتريها من على امازون. طيب ليه بشتريها من على امازون؟ علشان خاطر لما انا بشتري حاجه من على امازون بلاقي حاجتي اللي انا مشتريها في الاوردر او المشتريات، بالتالي انا بقدر اخش على الاوردرز. لو انا مثلا المنتج مش عاجبني او في حاجه مش مكتوبه زي في الديسكريبشن ما هي مكتوبه، بقدر بسهوله جدا اطلب استرجاع وهما بيرجعوا لي منتجي. بالتالي دي خدمه مستخدم قويه، لان انا كده ببقى ضامن حقي ان حقي هيرجع لي في حاله ان الحاجه ما عجبتنيش. غير كده ان الموقع بتاعهم بيكون سهل الاستخدام، الحاجات دي كلها واضحه قدامي، الزراير دي موجوده في حتت انا اقدر اوصلها بسهوله، مش ان انا اقدر اوصلها بصعوبه او ان انا ما اخشش اشتري حاجه من على موقع عشان خاطر انا خايف منه او ان انا خايف ان هو ما يكونش بيقدم خدمه عملاء كويسه. فبالتالي كل ده بيخش في كلمه اليوزر اكسبيرينس او تجربه المستخدم. بالنسبه لتجربه مستخدم سيئه، ممكن تكون مثال بسيط زي مواقع الاخبار اللي احنا بنخش عليها. اول لما بنخش على الموقع بندوس في حته بنلاقي لنا 100 اعلان في وشنا، حتى ما بنعرفش ان احنا نقرا الخبر اللي احنا داخلين الموقع علشانه. فبالنسبه لي دي تجربه مستخدم سيئه. فبالتالي انا هحاول على قد ما اقدر ان انا ما اخش على الموقع ده تاني، حتى لو اخباره قيمه ومفيده انا هحاول ان انا ما ادخلوش تاني. احنا كده اتكلمنا على تجربه المستخدم او اليوزر اكسبيرينس او اليو اكس، عشان خاطر ده مصطلح هتسمعه كتير في البرمجه وخاصه في الفرونت اند والديزاين. طيب ايه علاقة ده بالميتا داتا؟ في ال HTML عندنا 3 ميتا داتا بنستخدمهم في تحسين تجربة المستخدم، وفي الفيديو هنتكلم على واحدة منهم وهي الفيو بورت. طيب قبل ما اشرح بتتكتب ازاي حابب اوضح هي بتعمل ايه. طبعا زي ما انتم عارفين ان حاليا معظم المواقع احنا بنفتحها من الموبايل، بقى نادر جدا ان احنا نفتح الموقع بتاعنا من الكمبيوتر لان دايما الموبايل في ايدينا. فبالتالي لو احنا عايزين نتصفح موقع او نشوف اي خبر او نقرا اي حاجه، بالتالي الموبايل في ايدينا بنفتح الموبايل وبنقرا الخبر منه. فبالتالي ان لو الموقع ده مش معمول ان هو متناسق او مستجاب مع حجم شاشه الموبايل، بلان استخدام الموقع رخم شويه، وان انا بفضل اروح يمين وشمال عشان خاطر اقدر اقرا الخبر الموجود او علشان خاطر استخدم الموقع اللي انا داخل عليه. فبالتالي دي تجربه مستخدم سيئه. فبالتالي ازاي اقدر اظبط الحاجه دي في موقعي؟ بان انا استخدم الميتا داتا اللي اسمه فيو بورت. الفيو بورت بيعمل ايه؟ بيخلي عرض موقعي قد الشاشه اللي انا داخل عليها، فبالتالي مش بضطر اخش يمين وشمال وبشوف كل حاجه قدامي. بيكفي ان انا بنزل لتحت او بعمل سكرول بقدر اشوف كل حاجه موجوده قدامي. طيب ازاي بنقدر نكتب الميتا بتاع الفيو بورت؟ طبعا بنكتب ميتا والنيم بيكون فيو بورت، والكونتنت بيكون عباره عن بنقول له ويتس بيساوي الديفايس ويتس. معنى كده ان احنا بنقول له ان عرض الموقع المفروض يكون هو الديفايس ويتس اللي هو عرض الجهاز اللي انا داخل من عليه. طبعا في الطبيعي لو انا مثلا مش الفيو بورت بيكون العرض حوالي 916 بكسل حاجه زي كده، مش فاكر الرقم بالظبط، بس اللي هو بيكون عباره عن يعتبر شاشه كمبيوتر او عموما شاشه كبيره. فبالتالي لو انا مثلا مش الفيو بورت بلاقي ان انا بضطر ان انا اروح يمين وشمال عشان خاطر اقدر اشوف عرض الشاشه كلها. لكن بان انا استخدمت الفيو بورت، ان انا استخدمت ويتس بيساوي ديفايس ويتس، معنى كده انا بقول له ان موقعي المفروض يكون عرضه نفس عرض الجهاز اللي داخل عليه. فبالتالي لو انا دخلت من على موبايل بلاقي ان عرض الموقع بتاعي هو بيساوي عرض الموبايل. لو دخلت من تابلت بلاقي عرض موقعي هو عرض التابلت، وطبعا نفس الكلام في الكمبيوتر. احنا كده اتكلمنا على اول حاجه في الكونتنت اللي هي الويتس. بعد كده بنكتب انيشال سكيل بيساوي 1.0. معنى كده ان انا بقول له افتح الموقع بتاعي خلي عرضه نفس عرض الجهاز اللي انا داخل من عليه وما تعملش زوم. طبعا احنا كده كتبنا اول حاجه في الكونتنت. بعد كده بنكتب ايه؟ بعد كده بنعمل كوما، بعد كده بنكتب انيشال سكيل بيساوي 1.0. وده معناه ان الموقع بتاعي مش معمول له زوم او مش معمول له سكيل، يعني الكلام مش متكبر او عموما موقعنا مش متكبر.
فبالتالي اليوزر يقدر يشوف موقعنا بسهوله من على اي جهاز هو بيستخدم بيه موقعنا، وبكده يبقى احنا سهلنا على اليوزر استخدام موقعنا، وده يعتبر كان كل حاجه تخص الفيو بورت. ويبقى احنا كده خلصنا اول ميتا تاج في الميتا تاجز اللي تخص تجربه المستخدم. وما تنسوش تستخدموا الميتا تاج دي في كل صفح ال HTML لانها مهمه جدا في انها تحسن تجربه المستخدم. وحاليا يعتبر جميع المواقع اللي انتوا بتخشوها مستخدمين الخاصيه دي، خاصه ان حاليا الناس كلها بتستخدم الموبايل في التصفح وكل حاجه، فبالتالي الخاصيه دي مهمه في انها تخلي موقعنا متناسق على كل شاشات الناس اللي بتصفح موقعنا. واستنوني في الفيديو الجاي نكمل مع بعضينا الميتا تاجز اللي بنستخدمها في تجربه المستخدم، واللي هما الشارست والتيم كلر. شكرا.